مباراة للأسف يعني ما مباراة ضايعة، ما قدمناش فيها ولا حاجة، ما جيناش أصلا من مصر. آه، لعبت الشوط الأول، أول 10 دقايق حسيت نفسي أنا إني مقابلني ريال مدريد على إسمية على عنتر، كلهم كده ضربناهم كوكتيل وفرق واحد اللي بيقابلنا نقدي. أنا الشوط الأول كله ما طلعتش من قدام الجون، هاي يلا فرصتين يتيمتين اللي طلعت بيهم. ضغط عليه من الترجي التونسي، وكأن الترجي دي الأهلي. ده أنا الأهلي كسبته 3-0 وكان ضاغط عليا أشد من قريب. بس أنا عايز أقول لك إحنا عندنا إدارة نادي، عندنا إدارة ما بتحبش النادي. قسما بالله الإدارة دي لو تحب النادي على جاب موجود في النادي ما يلعب أساسا. لو هجيب واحد من الناشئين على جاب ما هيلعب أساسا ولا يجدد له. لو عندنا إدارة تحب النادي، مستوى رمضان صبحي أبو فيونكي عمره ما هيبقى راجل. مشى من الأهلي وجه داني وقلنا مسحب هيدينا حاجة رمضان. 4 سنين ما اداناش ولا حاجة. 4 سنين رمضان صبحي احنا وصابرين عليه نفس كهرباء بتاع اللقطة، عامل لي هنا في شعريات وتوكا والأداء زفت. 50 كورة اتقطعت منه، ما عارفش يستلم كورة، ما عارفش يرجع يغطي. بلعب ناقص بلعب ناقص اثنين، مصطفى فتحي ورمضان صبحي، وفي الدفاع علي جابر ده خلصان وحكينا عليه كتير. أنا شلت اثنين بس قسما بالله أنا أشيل الشوط الأول بس 50. قسما بالله أشيل الشوط الأول 50 مع حارس مبتدئ ضعيف. يعني أحمد الشناوي، إيه أحمد الشناوي؟ إيه أحمد الشناوي؟ إيه دي؟ إيه الزفت اللي ما تقدم؟ أنت لما تروح تقعد مع عيالك ومراتك مش هتكسف من نفسك؟ ها؟ وعلي جابر، إيه علي جابر؟ هي تاني علي جابر. علي جابر مش ذنبه، ما تعلمتش الإدارة إنه من أول ما شاركنا، من أول ما تنشأ النادي وعلي جابر أساسي ما كسبناش ولا حاجة، وعمرنا ما طلعنا في مركز محترم. يعني الثالث ده مش مركز محترم في الدوري. هتقول لي مع الزمالك والاهلي اقول لك مش محترم. انا خسران من المصري متعادل مع فريق افريقي، انا والله ما اعرف اسمه، صدقني والله ما اعرف اسمه. تعادلت معه واخسر من الترجي عشان رمضان فيوكي. رمضان فيوكي اللي عمره ما هيبقى راجل، عمره ما يشيل مسؤوليه. اللاعب ده حاسس نفسه انه يلعب عادي، ما حاسس نفسه انه خطه اللعب كلها مبنيه عليه هو. طالع طالع بالفيونكة وفيش غير كعب. وانا يا عم العب عن برجوله، بتلعب لدور ابداعي. غور يا عم، سيبه يا عم ما يجددش مع رمضان، خليه يروح البنك الاهلي يروح الجونه يروح في اي داهيه. مصطفى فتحي مصطفى فتحي محنكش. مصطفى فتحي ما بيلعبش الا قدام فرق ضعيفه، فرق ملهاش لازمه. لما في المباريات الجاد مصطفى فتحي فيش مصطفى فتحي. مباراه الرجوله ما فيش مصطفى فتحي. ليه؟ لانه جاي من نادي دريان على الهزيمه والانبطاح، ودران هو في نفسيته على الهزيمه والانبطاح. ولا كوره استلمها مصطفى فتحي، ولا كوره عارف يعدي مصطفى فتحي. ابراهيم عادل فكر نفسه مارادونا. 50 كوره ابراهيم عادل يبصيها غلط، يبصيها للدفاع التونسي، وانا قاعد على اعصابي مستني النجم اللي اتكلم عنه الصحفيين التونسيين والمصريين. وابراهيم عادل في الاخر ما بيعرفش يعدي الكوره. يا الله كورتين بس اللي عدى بيهم، كورتين، وباقي الكور كلها اتقطع منه كانه لاعب ناشئ. مباراة السهلة ابراهيم عادل اسطورة، مباراة الصعبة ابراهيم عادل برا ملوش عازي. يا راجل مهند لشيد ووليد الكرتي والشيبي واحمد سامي وقطة، دول الرجالي، دي اللعبة الرجالي اللي بتغير على اسم النادي. انما الباقي ده كله ملوش لازم. لا رمضان ليه لازم، والله ما ليه لازم، واقسم بالله والفلوس اللي بياخدها رمضان من النادي الظلم مفترى، لانه ما بيديناش 1%. رمضان صبحي ينزل اساسي وقطة يقعد دكي. ها؟ فين الرؤية الفنية؟ فين دورك يا جد؟ فين هاني سعيد مالك اللقطات؟ فين قطة يقعد دكي ورمضان يلعب اساسي؟ ها؟
لا، قطة يلعب على رمضان وأبو رمضان يلعب على الاثنين، يلعب أساسي ورمضان في ميديك. مستني منه يرجع لي قدام إسماعيلي أو الاتحاد السكندري في الرابطة ويعمل لي اللقطة، يعمل لي أسيست كده ويقول لي رمضان يا عالمي. لا، مش عالمي، مش عالمي. أنا اتحط عليه في الترجي وبان حجمي جديد، أقسم بالله لعبنا زي مركز الشباب، أقسم بالله ما في نادي، أقسم بالله ما في نادي محترم، ولا أقسم بالله ولا لعيبة رجالي. اتحط علينا واتضغطنا الشوطين الضغط من نادي قسما بدين الله الترجي. اقسم بالله الترجي المصري بورسعيد حط عليه سكور. نادي تعبان، قلوب دفاع بتاعته تعبانه، مش عارف يستلم الكوره. انا ما انا هلعب كيف، انا جايب رمضان توكا دوك لي شعراته كدي ويمين لي كدي ويمين لي كدي، ولا بيرجع يدافع ولا ملتزم باي حاجه. ليه ملتزم؟ لان ما فيش ذكر مدير، فيش اداره رجال، فيش رجال اداره تعاقب على الكلام ده. فيش اداره، بيغيب براسه يلعب مباراه وينام 10 اوضه رمضان صبحي، مباراه واحده وينام لك 10. ما فيش حد بيعاقب. قسما بدين الله لو في ذكر في النادي اسمه ممدوح عيد ويعاقب رمضان صبحي ما يقعد في النادي، قسما بالله ما يقعد. لان انا 4 سنين ما خدتش ولا حاجه، ويطلع جايب لي 3 اهداف ويعمل لي اسيستين في الموسم كله. نعملهم ابراهيم عادل، نعملهم قطه الناشئ. هو ده رمضان صبحي اللي دفعت فيه انا 100 مليون جنيه عشان اجيبه، عشان الاداء المخزي دي، اداء العار. احمد الشناوي الميت احمد الشناوي حارس مرمى. طب انا دلوقتي بخسر من كله بيخسر منه. انا ليه احمد الشناوي ليه احمد الشناوي لاعب اساسي؟ اجيب من الناشئين حارس، اجيب من الناشئين ما انا كده خسران، كده خسران، ما جدد. ولا لازم احمد الشناوي وقفلي وعلي جابر؟ طب انا خسرت. اقسم بدين الله انا وقاعد يا جماعه واتفرج على الماتش، قسما بالله قسما بالله انا وقاعد ودافع اشتراك عشان اشاهد الابطال. اقسم بالله مجرد ما شفت علي جابر رمضان صبحي واحمد الشناوي، قسما بالله قلت احنا كده خلاص خلاص خلاص. يعني الواحد تعب، يعني هنفضل كل مباراة نيجي نحكي نفس الكلام. يا رجل علي جابر تعبني يا اخي، تعبني اقسم بالله، واحمد الشناوي تعبني. يا عم اشكروهم يا عم، هتجددوا لهم. انت رضيتش تجدد مع وليد الكارت وسايب وليد الكارت والشيبه، وتضغط على وليد الكارت والشيبه. انا بيراميدز ما كسبش بطولات غير بحاجه واحده، ان الاداره مش بتشوف. ما كسبش بطولات غير لما بيجي اللعيبه الاجانب اكثر في التشكيله، انما لما يغيبوا الاجانب ببقى مركز شباب زي شفت. لان اللاعب المصري عمره ما كان راجل، اللاعب المصري دائما يتهز. فيش غير مهند لاشين قطه، الناس دي معلش ضد اللي بتحب النادي. انما رمضان صبحي وعلي جابر واحمد الشناوي واكثر من لاعب عبد الرحمن مجدي، كل هذول بتحط عليه ضغط بيتوه في الملعب، بيجي مركز شباب. يا رجل عيب، ده اساسيات الكره عيب. يعني انا دلوقتي لما العب قدام الترجي وبان زي مركز شباب عيب. يا عم استرجعوا انتوا رجالي، هيموتوكوا هيذبحوكوا. ايه يعني 100,000 متفرج؟ مش هياكم 11 لاعب ضد 11 لاعب، رموا عليكم سكاكين من فوق. يا رمضان صبحي مدلل يا اللي عمرك ما هتبقى راجل. المباراة دي لازم يكون فيها عقوبات، اقسم بالله اللي ما كان فيها عقوبات يبقى النادي ده ما هينجح ولا ليه عازم. انا اتحرق دمي ومحدش هيحس، وهيروح يناموا ويجي يلعبوا لك مباراة في الدوري. هو كسبنا واعمل لك كده. والله لا هاخد الدوري، والله ما هاخد الدوري. شوف انا بحلف لك من دلوقتي والله الدوري ما هاخد. اروح اقابل فريق عشان ابقى تحت الترجي. ليه ما ابقاش فوق الترجي؟ ليه الشعار ده ما تغيرش عليه؟ ليه لما الاداره تروح تكلم وتقول لهم لكم مكافآت عشان تكسبوا؟ مكافآت ايه؟ ايه مكافآت؟ انا شوف اللاعب اللي بيغير عن النادي مهند لاشين يموت نفسه في الملعب، وقطه لما نزل فرق كثير، موت نفسه. لما لعب التوكا وطالع لي ده ما لهوش حاجه، فرقش مع حد، غرف 60 داهيه. استغفر الله العظيم يا رب.
انا يا راجل يا راجل ده في كوره رمضان صبحي يا راجل، يا راجل قطعها في السميل يا راجل، انفراد، اديها له انفراد. عارف رمضان صبحي عمل لك ايه؟ وقفها لي بالكعب، لاعب مارادونا النيل. اعمل ايه طبعا انا بعد ما وقفتها بالكعب ورجع الدفاع كله مكانه، اعمل ايه؟ راح اديها لابراهيم عادل ما كملش القطعه، ليه اتقطعت؟ لان مارادونا الثاني مش هيروح يجري يتلقاها، لا ده لازم يديله الكوره انه نجم الفريق ابراهيم عادل دلوقتي، وانا قاعد بالطريقه دي قدام الترجي. حسبي الله ونعم الوكيل، ما عنديش كلام اقوله، حسبي الله ونعم الوكيل. كل واحد ما يقدرش، وكل واحد يلعب باقل مجهود عنده بياخد فلوس وبياخد ثمن المجهود اللي بيأديه، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.